نقول له الروح التي كانت تدير هذا الجسم شيء في ذاتك، ومع ذلك لم تستطع أن تدركه ولا أن تتصوره، فكيف يتخطى عقلك ليريد تصور من خلق شيئا لم تستطع تصوره؟ إذن فالتصور كله عن الله لا بد أن يوجد عن الله نفسه. يقول صفات كيت وكيت 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 على العين والرأس، وبعد ذلك إذا وصف نفسه بشيء يوجد في كونه نعطيه فيه ما يناسب ذاته. الله موجود وأنت موجود، أو وجودك من عين وجود الله؟ لا. الله غني وأنت قد توصف بالغنى، أغناك من غنى الله؟ الله حي وأنت الآن حي، أحياتك من حياة الله؟ إذن فإذا قيل الله له يد، لماذا تريد أن تجعل يد الله هذه كيدك؟ له يد تناسبه، هي مظهر القدرة والحركة فيه، ولم يكلفك الله متاهة أن تعرف إيده دي شكلها إيه، لأنه لو أراد ذلك لبينها لنا. وأيضا فإنك إذا ما نظرت إلى أن الألفاظ وضعت لتؤدي المعاني المعروفة، فمعنى ذلك أن الشيء الذي لا يوجد له نظير في حياتك لا يوجد له لفظ في لغتك، ما يوجدش له لفظ. فإن أحب الحق أن يبين لي قدرته وتمكنه من كونه فيقول يد الله فوق أيديهم، فلأخذ من اليد القوة والسيطرة، وبعد ذلك نثبت له يدا تناسب ذاته في إطار قوله ليس كمثله شيء. ما دمت قد أثبت له حياة وهي منافية لحياتي، كذلك حين يقول استوى على العرش، استوى على العرش صعد أو جلس، أو أنت لك جلوس وهو له جلوس، لماذا تريد أن تجعل جلوسه من نوع جلوسك أو وجوده من نوع وجودك؟ نقول له لا. إذن فيكفي أن تفهم من استوى على العرش الاستيلاء والغلبة، لأن العرش في عرف البشر هو مظهرية التمكين من الملك. قالوا جلس فلان على العرش، يعني استتب له الأمر ولم يعد هناك له مخالف. فلتأخذ ذلك المعنى وتقول إن لله عرشا يناسب ذاته، وجلوسا يناسب ذاته، وصعودا يناسب ذاته. إذا جئنا لبدوي يعيش في الخيام وبعد ذلك قلنا له إن فلان له بيت عجيب في مكان كذا، فكيف يتصور ذلك البيت؟ يتصوره على مستوى لم يره أم سيأتي إلى متصورات كان يعرفها ويقول بيته زيه؟ فإذا ما ذهب للواقع وجد بيتا آخر من لوع آخر لم يدخل تحت تصوره. ليه؟ لأن مثل هذه المرائي ما كانت تتصور وهو لم يرها. فإذا كان ذلك في معلومات البشر وفي مصنوعات البشر، فإذا ما وصف الحق نفسه بشيء بعضه في كونه فيجب أن أنسبه لله كما نسبه الله لنفسه، فلا أعطل. وبعد ذلك أقول ولكن له يدا تناسبه ووجها يناسبه، لأن كل صفاته ليست كصفاتي، فكل ما وصف به نفسي في إطار ليس كمثله شيء. فما دمت قد أدركت أن ذات الحق وكل التصورات عنه لا يمكن أن تعرف إلا منه وحده، هو الذي يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فإذا قلنا لك إن الإله الغيب اللي ما تعرفش صورته ولا تقدر تتصوره هو الذي يدير الكون، فصدق